السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح أشرح مشروع العملي لمادة الذكاء الاصطناعي، وراح يكون المشروع عبارة عن آه، تحليل شخصيات المستخدم الزبائن، وتقسيمهم لمجموعات بناء على معلومات، مثلا سكنهم او غيره، بناء على معلومات عنهم، والاستفاده من هذه المعلومات في اتخاذ القرارات تخص التسويق، القرارات التسويقيه والقرارات الاستراتيجيه والتسويقيه، عبر استخدام اللي هو الماشين ليرنينج، او بالاخص الان سوبرفايزد ماشين ليرنينج، عبر الكلاسترنج. وداخل وفي الكلاسترنج احنا هنعمل كلاسترنج من خلال اللي هو الكي مينز الجوريثم، حتى نقدر انه نقسم كل الزبائن اللي عندنا الى مجموعات متشابهة. تمام. اول حاجه هنا عندنا المكتبات هسميها بندس عشان الجداول، النمباي، العمليات الحسابيه، السيبرون، والماتبلوك تقول للرسومات يعني والرسم البياني. السكليرن هذه عشان نعمل موضوع الكي مينز، عشان نعرف نعمل خوارزمية الكي مينز وندرب الموديل. طبعا عشان احنا بنستخدم unsupervised learning، مش راح يكون في عندنا، مش راح نستخدم الاف 1 سكور او عشان evaluation، يعني مش نستخدم الاف 1 سكور، فاستخدمنا هذا المقياس، بس مش عارف احفظ اسمه صراحه، اللي هو هذا السيلي هوت سكور، سيلي هوت او سلوت سكور، ومن خلاله اللي راح يعني يقيس لنا مدى قرب المجموعات من بعضها. تمام. طبعا هنا جبنا هنستخدم اللي هو الداتا سيت هذه، اللي تحتوي حوالي 2000، تقريبا حوالي 2000 معلومات عن الزبائن. فعشان نعرف عن الجداول، نستكشف الجداول الخطوة الأولى. هنلاقي انها الجداول الموجوده هنا. طبعا مش كل الجداول هذه راح نستخدمها في مش كل الجداول راح نستخدمها في ان احنا نصنف الزبائن، وبعض الجداول بكشيش كده هنعملها، في بعض الجداول مش هنستخدمها، وبعض الجداول يعني محتاجين نعملها فيتشر انجينيرنج، زي مثلا الير بيرثداي نستفيد منه من خلال نعمل بداله الايج، عشان نعمل كي مينز نستخدم نعمل يعني تقسيم للعملاء، يكون الامور يعني واضحه. هيفيد الموضوع اهم شيء الانكم، طبعا دخل عدد الاطفال في المنزل، عدد المراهقين في المنزل، هنا قديش يعني بيشتري، قديش يعني بيشتري الزبون، يعني قديش بالضبط، يعني قديش بيشتري الزبون. وبعدين هنا كمية استهلاك الزبون، كمية استهلاك الزبائن مثلا للنبيذ، وبعدين كمية استهلاك الزبائن في كتير شيء مش هو سنة شوية. كمية استهلاك الزبائن للفواكه، يعني قديش بينفقوا هم بيشتري من الفواكه، قديش بيشتري. طب ليش ما اجمع كل هذول بحاجة اسمها توتال سبيندينج؟ تمام. لقيتها عندنا تحت هنا، عندنا عملنا عشان نعمل ميسنج، عملنا عشان نحل مشكله الميسنج فاليوز. ف ايش نعرف شو ايش الاعمده فيها ميسنج فاليوز، بحيث انه احنا لانه لانه الخوارزميه الكي مينز حساسه للاوتلايرز، وحساسه للقيمه المفقوده، الامور هذه. فطلع عندنا 24 قيمه مفقوده في الانكم، عشان نحلهم عن طريق الميديان، لانه الميديان احسن من، مش يعني احنا عن طريق الميديان الوسيط وليس المتوسط. هنا المشكله هذه، بين قيمه مفقوده بالميديان يعني انكم، لانه هو يعني اقل تاثرا بالقيم الشاذه الميديان لما انا اقسم يعني في الكي مينز. فهاجت هنا قد نعمل برضه فيتشر انجينيرنج الايدج، اقول له والله من تاريخ من السنه الحاليه احنا فيها مثلا لا ماركتنج ايش يير بيرث،
فعملني هو بالشكل هذا، يطلع لك قديش عمر كل واحد فيهم. المفروض 2026 بس مش مشكلة. توتال سبيندينج، هنا كل هذا بدي ايش ادمجهم في عمود واحد اسمه توتال سبيندينج. تمام، هاي عملنا فيتشر انجينيرنج. للاسف الحساب عشان يسوي الحساب سهولة امور اخرى. قلت راح ايش عمل؟ راح اقول له والله ايش هي الاشياء اللي تلزمني. تمام، بس هم دول الشغلات اللي بيلزموني في موضوع اللي انا اعمل اقسم الزبائن: العمر، الدخل، مجمل الانفاق. طيب، فاحنا عشان طبعا قبل ما احنا نعمل كي مينز هنعمل اوتلر اناليسيس، نحلل القيمه الشاذه وعن طريق الاي كيو ار. تمام، والقيم اللي خارج الاي كيو ار هذا مربع البوكس، خارج البوكس بلوت راح ايش؟ راح تكون يعني هذه راح نستثنيها، بنمشي اياها، بناخذ بس اللي جوا الاي كيو ار، يعني بحيث انه احنا هيك نتخلص من القيمه الشاذه. فهذه القيمه الشاذه بالشكل هذا، بعد ما نتخلص من القيمه الشاذه هنا بالشكل واضح تخلصنا منها. انه عشان طبعا قبل ما نعمل برضه قبل ما اعمل كيمين انا سكال داتا يوزنج ذا كلين داتا، وانا راح يعني اعمل ستاندرد سكالر لكل يعني هو النورماليزيشن، يعني راح تكون البيانات كلها ما بين الصفر الى الواحد. طيب، عشان هكذا الكيمينز مش احنا نختار عدد الكلاسترز مش نختارهم بشكل عشوائي، فنستعمل البو ميثود عشان نجيب افضل عدد من الكلاسترز او من المجموعات خلينا نسميهم. تمام، فهنا هو جرب على من 1 ل 10 كلاسترز، ممكن اذا كان كسر واحد كان 11. تمام، وشفنا هنا نلاقي كل ما كانت قيمه الدبليو سي اس اس هذا، تمام، كل ما كانت قيمته اقل، تمام، كل ما يكون افضل. يعني هنا مثلا جينا عند الاربعه، هنا افضل احسن شيء الاربعه، يعني بدك تلاحظ كيف بينزل بسرعه. فافضل شيء هنا خلاص، بعد مش فيش حاجه انا احط 5 او اكثر، لا خلاص 4 كويس، 4 كلاسترز. خلاص هنا احنا بنبدا ندرب الموديل. تمام، ندربه و هنا بدنا عشان بعد ما ضربنا الموديل بدنا نشوف كيف وش وضعه، هل يعني نستلقي السكور بنفحصه، يعني ايش اللي نقيم الموديل. تمام، فطلع معنا 0.6277. هذا طبعا هي نتيجه ايجابيه، بوزيتيف سكور، لانه قريبه انه هذا فوق الواحد، فوق قول معي فوق الصفر، فنتيجه ايجابيه يعني، لانه هذا لا سيريوس سكور يكون من الواحد والسالب واحد. هنا عشان نشوف ايش النتيجه، حطينا الانكم والتوتال سبيندينج. لاحظ كيف حيطلع معنا، كيف حسب الانفاق الشخص هذا شراءه ودخله، نحدد هي يطلع مجموعات اذا احنا بنسميهم. مثلا هذا مثلا دخله عالي بنفق كثير، فهذا ايش محببين يعني بالنسبه للمتجر. تمام، طبعا بحكي لك عن كل كلاستر، معلومات عن كل كلاستر، انه الايدج، الانكم، الكذا، الكلاستر صفر، الكلاستر صفر دول زي بعض. يكون نلاحظ ان الايدج هنا 58 اغلبه. تمام، الانكم تقريبا دخلهم هيك مجمل انفاقهم 195 زي هيك. على اطفال المنزل، اذا كان اطفال المنزل كثير هنا بكون يعني غالبا بكون هذه يعني بنسميهم الكلاسترات اللي هي الكلاسترز اللي هم يعني العائليه. تمام، يعني الفئه العائليه، فئه العائلات، وهكذا نقدر حسب كل قيمه نسمي الكلاسترز. وهيك احنا قدرنا نقسم الزبائن لاقسام، اقسام، كل قسم مشترك في شغلات معينه. بس كيف كل قسم قريب من الثاني، يعني كل قسم بيشترك في شغلات معينه، بنقدر من خلالها نحدد والله الزبون نعرض له دعايه معينه حسب هذه النتيجه. ضل فيش تاني اشرحه. طبعا كي مينز احنا هندربها طبعا على الاعمده النصيه الرقميه يا ربي. يعني انتبه للنقطه هذه، احنا احسن الاعمده الرقميه.
تمام. يعطيك العافية.